طب يا جماعة احنا كنا بادئين القناة على اليوتيوب ان احنا بنرفه عن نفسنا شوية، وبندور على حاجات مهمة في نفس الوقت. بنسرش على كل الأغاني اللي موجودة، كنت بدور ان كل الأغاني اللي سمعتها صوت واتعمل منها كليبس اتفرج عليها كلها، اشوف افلام، مسلسلات، آه، آه، احلل نفسيا، وفي نفس الوقت اعمل ابحاث عن كل الافلام اللي اتعملت عن داعش والارهاب، لان اساسا يعني شخصية انسانة زي كاريزما وكانت بتتفرج. انت يعني ربنا يكون في عونك لو انت بتسمع كائن زيي عاش على افلام نادية الجندي اللي تتعلق بالحرب. فلو انت اب وربيت بنتك على انها تتفرج على طنط نادية الجندي هتطلع لك بيرسوناليتي بنت كلب، تمشي تضايق في كل الذكور اللي على الكوكب وتتخانق معاهم كلهم، بس كفاءة مش هتخلي راجل يلبسها الا جزء، وهتخش اي حرب وتكسب، ولا اسرائيل ولا جندي في العالم هيهزها. تمام. رغم من ان دي مشكلة لان هي ليها بعض الفوائد والمميزات، فالنصيب انا طلعت كده. انا بتعلم عشان عايزة ابقى حاجة، فدخلت على الانترنت علشان اعمل مجموعة حاجات، ارفه عن نفسي بالاغاني والمسلسلات والافلام، اشوف حاجات ابقى انترستد بيها. ابتديت انفعل بالفود بلوجرز كلهم واسمعهم واكملهم، وعلى ايد الفود بلوجرز في مصر صرفت مليون جنيه بقالي 4 5 سنين من غير ما احس بتابعهم. ده انا صرفت بسبب الفود بلوجرز مليون جنيه على الاكل، مش قادر استوعب انا عملت كده ازاي. اقنعت امي في البيت، يعني ما يقارب الربع لنص المليون، يعني من ربع مليون للمليون على الاكل بسبب الفود بلوجرز. انا بقى عندي خبره كبيره جدا في الاكل، فطبعا بقى البرودكتس، وبقيت اشتري اونلاين وده ما بيحصلش كتير، بتفرج على افلام ومسلسلات كتير قوي، وبقيت احلل افلام واغاني. والمصيبه ان انا ابتديت اشتغل بقى على البادي لانجوج والتنميه البشريه وعلم النفس اللي انا درسته واللايف كوتش. او ابتديت يعني اول غلطه ابتدت تعمل بلاوي، بقيت ادور على التنظيمات الارهابيه وما يتعلق بالجهاز الامني المصري، عشان انا كان نفسي اخش في حاجه ليها علاقه بكده، خصوصا مخابرات مصر حسب وصيه بابا الله يرحمه. وفي نفس ذات الوقت لان هم الامان والحمايه ومصريتنا وطنيتنا حماها الله. وفي نفس ذات الوقت بقيت احلل نفسيا الممثلين والفنانين. بقيت تقع في ايديا موضوع التجسس، فلقيتني فجأة في يوم بتواصل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وبترد. فاللي داخل صفحتي لازم يعمل حسابه انه you are not secure. لو انت عندك انتماء مبالغ فيه لفلسطين و غزة، اقلق وانت على الاكونت بتاعي، لان انا ممكن الاكونتات بتاعتي تكون متصلة بجهة اتصال تبع وزارة الدفاع الإسرائيلية بشكل مباشر. لو انت على صفحتي انتبه ان انا محتوايا بيدعم اسرائيل. انا مش مع المخابرات، انا واحدة دارسة علم نفس، اتعرضت للانتهاك الجنسي في مصر ومن يوم ما بقيتش انا، ومش هسكت على اللي جرالي، ولو اللي عمل كده ايا ما كان مين لازم يحاسب. وزارة الدفاع الإسرائيلية بتأكد انه اللي حصل وارد يكون خارج عن إرادة الناس دي بسبب ان في جهاز تجسس كان محطوط جوه جسمهم بيخليهم يتصرفوا كده، حسب الكلب اللي نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية على صفحتها ان كان جواه جهاز تجسس. الكلام اللي بقوله ممكن يخلص ناس كتير جدا من بلاوي، ممكن يخرج ناس من قواضي وجرائم، ممكن يفركش تنظيمات إرهابية ويجيب حقوق ناس كتير، ممكن يخرج ناس من قواضي كبيرة جدا بتعملها، ممكن يبرأ كتير من ضباط الشرطة والجيش اللي اتهمت بالخيانة. في أجهزة تجسس ممكن تكون موجودة جوه أجسام الناس اللي بترتكب جرائم أو جوه التنظيمات الإرهابية أو من الجهاز الأمني. حد انتبه إن الأخ ده
بعد ما علق كل البنات دي بيه، على فكرة المواضيع دي كلها مرتبطة ببعض وهتشوفوا ازاي. بعد ما علق كل البنات دي بيه ما ارتبطش بولا واحدة فيهم. دول كان مصاحبهم في الجامعة، وكل واحدة فيهم بعد كده شافت حياتها، ولما ابتدى يتخانق مع مراته لان هو كان عايز يرجع مراته، ابتدى يحصل ايه؟ رجعهم تاني ليه؟ وهم غلطهم ان هم اتصرفوا على ان هم حريم كريم. للأسف تنظيمات إرهابية بالفكر ده، حريم كريم. يا كل فخاي لو هو موضوع انه شوية بنات بيعمل علاقة جنسية معاهم، ده بالنسبة للجهاز الأمني في مصر في داهية البنات تغور حتى لو قتلهم. المهم البلد، المناطق الحيوية في الدولة، الناس، الجو ده. ولو هو عنده استعداد يعمل المستحيل عشان خاطر البنات، فهو ده الراجل اللي أنا بدور عليه. أنا محتاجة حد أقوى منه. أنا محتاجة أتكلم مع حد غرايزه الجنسية ما بتستثارش بالسيف. أنا عايزة راجل ما يمارسش الجنس مهما حصل مع واحدة مش مراته. راجل مش بيفكر في الغريزة الجنسية أكتر من أي حاجة. راجل ينفع أناقشه ويناقشني. راجل أقدر أقعد معاه وأنا حاسة بأمان. راجل يفهم كلامي زي ما هو، مش يفسر كلامي إني عايزة أمارس الجنس معاه، أو يستغل أي نقطة ضعف وحوار أو كلمة هزار علشان ياخد عرضي مني أو يلمسني. أنا عايزة راجل قوي يا أنكل.